السلام عليكم، معاكم محمد خيري وده اكسكلوزيف ريفيوز. الهيونداي اكسنت العربيه المحفوره فينا كلنا وخصوصا انا، لان بدايتي في العربيات كانت معاها. ما انساش ابدا العربيه الهيونداي اكسنت الاكس 3 الجيل الاولاني من الاكسنت، لما كان واحد صاحبي نازل زفه بقى وهيعمل خمسات وبتاع، ومع اول خمسايه الموتور ضرب. وما انساش برضو العربيه الهيونداي اكسنت ال سي او المعروف عندنا في مصر الهيونداي فيرنا، لما حاولت ان انا افكر ان انا اشتريها ولقيت العربيه عليها موتور جبار وما بترضاش تقف. غيرت رايي وقلت مش هشتريها ابدا لما العربيه اتنقلت من حاره لحاره عشان شويه هوا جم في وشها وما عرفتش اسيطر على الدركسيون. بعد كده كان ليا تجربه مع الاكسنت ار بي، العربيه اللي كان شكلها حلو جدا لكن كان ادائها سيء جدا. كانت العربيه ببقى ماشي بيها وانا خايف، فرامل ضعيفه، موتور برضو نفس نوعا ما كويس بس ثبات مفيش، لغايه ما وصلنا للجيل السادس للهيونداي اكسنت. بقى عندنا الاكسنت بي ان 7، دي الجيل السادس من الاكسنت. الصراحه العربيه دي غيرت رايي عن النوع ده من عربيات السب كومباكت. العربيه بقى فيها اختلافات، عايزين نشوف ايه بقى المزايا اللي فيها وايه العيوب بتاعتها وايه الفيتشرز اللي هيونداي حطيتها في العربيه دي عشان تخليني اغير رايي الشخصي في العربيه دي. تعالوا نشوف مع بعض. شوف ازاي هيونداي قدرت تغير شخصية الاكسنت لشخصية جديدة تماما. الاكسنت البي ان 7 الجديدة فيها سياسة التصميم بتاعت هيونداي الجديدة. هنلاقي العربية وشها بقى تحت قوي والاعتماد على النور بيبقى موجود في الاكسدام من تحت. هنلاقي الليد النهاري واخد العربية من اولها لاخرها بمنظر كويس جدا. التصميم ده هنلاقيه موجود في كل العربيات الجديده تقريبا، هنلاقيها السوناتا الجديده، هنلاقي الكونا الجديده نفس سياسه التصميم دي. الصراحه سياسه موفقه جدا، شكل العربيه بقى عصري، تحس ان العربيه جايه من المستقبل مش عربيه التصميم بتاعها قديم. طبعا هنلاقي من جنب العربيه في خطوط حاده كتير واخده من اول العربيه لاخرها، وهنلاقي الخطوط الحاده بتاعت هيونداي المعروفه. هنلاقي هنا تحس ان العربيه يعني معدله من الجزء ده، فيها خطوط حاده كتير. وهنلاقي العربيه من ورا في عندنا فوانيس فول ال دي المشهوره بتاعت هيونداي اللي واخده عرض العربيه بالكامل، هنلاقيها بشكل كريستال، شكل واضح وحلو جدا. وهنلاقي نور بتاع المارشدير والاشاره مختفي جوه الاكسدام. وهنلاقي ديفيوزر تحت بالاشكال والزوايا الحاده، شكلها ظريف جدا. طبعا العربيه مجهزه بموتور 1500 سي سي سمارت ستريم الجديد من هيونداي. نبص على الموتور مع بعض. وده الموتور السمارت ستريم من هيونداي اللي بيطلع 113 حصان، تنفس طبيعي طبعا، 141 نيوتن متر، متوصل بنقل الحركه سي في تي، فتيس متميز جدا واداء العربيه مميز جدا. نبدا نشوف العربيه من جوه مع بعض. تصميمها غريب، يعني الدريكسيون زي ما قلنا قبل كده المفروض ان هنا الطبيعي بتاعه ان هو يبقى كده، لكن هم هيونداي قلبوه بقى تحكم الكروز كنترول على الشمال وتحكم الكاسيت على اليمين. الجزء اللي المفروض ان هو بيبقى موجود لفوق اللي هو اللي بيلمع بقى موجود لتحت. شاشه اعدادات ديجيتال وشاشه تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع شاحن وايرلس. كراسي جلد تدعم خاصيه التبريد. ونشوف العربيه من ورا مع بعض. اللي بهرتني العربيه بالحجم ده، عربيه بتاخد طبعا احنا مرجعين الكرسي تقريبا جدا للراحه. الاكسنت بقت ورا مريحه مش زي زمان.
الاول ليك لما تركب الهيونداي اكسنت البي ان 7 الجديده ان العربيه خدت نفخه كده، العربيه من جوه بقت اوسع من الجيل اللي قبل كده بشكل واضح. العربيه بقت اعرض، بقى في مساحه للرجلين والراس اكبر. العربيه تحس ان هي راحت لليفل تاني غير الليفل اللي احنا كنا متعودين على الاكسنت فيه. دونا عن ذلك هي اكسنت في كل حاجه، في مطباتها، في عزلها للصوت، حتى كمان في يعني ثباتها على الطريق. هو اتحسن بس ما زال برضه هي اكسنت، في تماسك اكتر، مفيش عوامل على السرعات العاليه بشكل افضل من الجيل اللي قبله، لكن لسه في شويه محتاجاهم، وده خصوصا علشان السسبنشن الخلفي التورشن بيم. الموتور ال 1500 سي سي السمارت ستريم الجديد من هيونداي اداؤه كويس جدا، بيطلع 113 حصان 141 نيوتن متر، وده متوصل بصندوق حركه سي في تي من نوع اي في تي، اللي ده اختراع بتاع هيونداي، اللي هو سي في تي بس عمل نفسه مش سي في تي، بيحسسك ان في نقلات. عاملين برنامج الصراحه بارع جدا، ان هو بيديك الاحساس انك انت في تروس من جوه، يعني في اوضاع للفتيس بيوصل ان هو يبقى في نقله اولى ثانيه ثالثه رابعه لغايه 8 تبديلات، ودي حاجه بتحافظ على الفتيس، بتدي له عمر اطول، لان احنا عارفين ان الجيل الاول من الاكسنت ار بي اللي كان فيه الفتيس السي في تي كان كارثه، كان كميه العربيات اللي بترجع للضمان اللي فيها مشاكل في الفتيس مهوله جدا. لكن الفتيس اللي راكب في العربيه دي، الفتيس الجديد اللي راكب في عربيات كتير زي الجراند سيراتو او السي ان 7 او الاي دي الفيس ليفت، الفتيس ده اثبت اعتماديه، واكتر مزاياه ان هو بيوفر في البنزين وبيدي عزم كويس. العزل الصوتي للعربيه مش احسن حاجه، يعني انا سامع صوت الطريق بكل تفاصيله، بكل نقره، بكل عين القط بتاعته، بكل حاجه. دي حاجه متوقعه للعربيه في الفئه السعريه دي، لكن ثبات العربيه بقى احسن، يمكن حجمها الاكبر وقاعده العجلات اللي بقت اطول من الجيل اللي قبل كده اداها ثبات شويه. انا دلوقتي ببقى ماشي بيها على سرعات 120 130 140، مش بحس بنفس يعني الخوف اللي انا ببقى حاسه وانا راكب عربيه زي الار بي. العربيه الهواء لما بيجي بيرج العربيه، بس ما زالت برضو تحت السيطره، ودي ميزه انا اعتقد ان هيونداي اشتغلت على نفسها كويس وطورت الجيل ده من العربيات ان هو يبقى له نوع من انواع الثبات بشكل كويس. الاكسنت الجديده من جوه كلها بلاستيك زي ما احنا متعودين عليها دايما، تابلو بلاستيك، لباب بلاستيك، كميه البلاستيك المستخدم في العربيه كبيره جدا. وانا طبعا مش بلوم هيونداي، لان اي عربيه في الليفل ده من العربيات السب كومباكت لازم يكون في اقل خامات ممكنه، لكن مظهر الخامات نفسه كويس، يعني تحس العربيه من جوه فخمه. اختيار الالوان كان موافق جدا، واستخدام الجلد البسيط في اماكن زي التابلو زي فرش الابواب مع المود لايت عامل جو كويس جدا جوه العربيه، بيديها حجم اكبر من حجمها وبيديها فخامه كويسه جدا. زي ما احنا شايفين حتى والتراكشن كنترول مقفول، العربيه ما زال التماسك بتاعها شغال. يعني العربيه دي التراكشن كنترول بتاعها ما بتقفلش. ميزه تانية زي ما شفنا في التجربه ان احنا حاولنا نقفل التراكشن كنترول بشكل كامل عشان نشوف العربيه ثباتها عامل ازاي. في ميزه مهمه جدا انا بحسبها لهيونداي في عربيه من الفئه دي، لان العربيه دي الفئه العمريه اللي بتبقى راكباها عاده بتكون من الشباب الصغير اللي دايما بيكونوا ماشيين بشكل متهور شويه، وده بيخلي ان العربيه بتحميك من نفسك. يعني التراكشن بيتعمل له ليميتيشن لكن ما بيتقفلش خالص، يعني بيبقى امكانياته اقل لكن ما بيتقفلش خالص. لو انت جيت تعمل دريفتنج بالعربيه او تعمل بيها خمسيه ولا حاجه، العربيه مش هترضى. ده مواصفه امان مهمه جدا في عربيه من الليفل ده من العربيات. طبعا العربيه بقى فيها امكانيات كويسه زي الشاشه اللي فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، والعداد الديجيتال اللي شكله كويس، تكييف الاوتوماتيك، فتحة السقف، اللي بس منع الانزلاق، كمان في عندنا نظام التي بي ام اس الباسيف. كل الامكانيات دي موجوده في العربيه دي، بتدي عليها طابع فيها فخامه شويه. لكن انا مش عارف ليه هيونداي الميدل ايست قررت ان هي تغفل او تشيل من العربيه نظام البلايند سبوت، الامرجنسي بريكنج، واللين فولنج اسيست، مع ان الانظمه دي بقت انظمه مهمه جدا تتحط في عربيات من اول فئه.
اتمنى ان هيونداي في السنين اللي جايه تبدا تنزل الانظمه دي موجوده عندنا في الميدل ايست، حتى لو سعر العربيه هيبقى اعلى شويه. المزايا القويه جدا في العربيه الهيونداي اكسنت الجديده ان فيها في اعلى فئه امبيان لايت كلارفول، بقدر اغير اللون بتاعه زي ما احنا شايفين، وده حاجه الصراحه مبهره للغايه. عربيه في الليفل ده يكون فيها امبيانت لايت لونه بيتغير من العداد. وبكده خلصت حلقتنا النهارده. نتمنى العربيه الهيونداي اكسنت البي ان 7 تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه بضغط على زر سبسكرايب، تفعيل تنبيهات الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. استنونا في حلقه جديده مع مواضيع جديده، عربيات جديده. مع السلامه.